24617 الواحد اللي مات، 77000 واحد تصاب، واكثر من 15 مليون تركي تضرر من هذا الزلزال. هذا الزلزال ضرب في منطقه كهرمان ماراز اللي بعيده ب 60 كيلومتر عن الحدود السوريه، واللي كانت القوه ديالو ب 7.8 بسلم ريشتر. كيتعتبر من اخطر الزلازل اللي تصبوا في عدد ضحايا كبير في 10 سنوات الاخيره. الربعه ديال الصباح بنادم ناعس كلشي مكوفش في دارو، خطره وحده بوم الزلزال جا، الديور بداو كيطيحوا وحده مور وحده، بنادم هارب خايف لا يموت، الدنيا ترونات. ولكن المؤسف في الامر هو كاين شي ناس اللي طاحوا عليهم الديور واللي مازال كيدبروا عليهم لحد الساعه. هذه الفاجعه اللي صارت في تركيا وسوريا كتخلينا نطرحوا العديد من التساؤلات. علاش بالضبط الزلزال جا في هذا البلاصه؟ شنو هي التداعيات ديالو؟ واش هذا اول زلزال كيصرى في تركيا؟ وشنو هما اكبر الزلازل اللي دازوا في تاريخ البشريه؟ الا كنت باغي تعرف الاجوبه غادي تكبر ديك الشاشه وغادي تتبع معايا، وبلا ما نقول لك دير لك شي حاجه تشربها واجي تستافد. على بركه الله ارى للمسقي. الحمد لله على كل حال، بس الحمد لله الحمد لله. نهار الاثنين 6 فبراير 2023 العالم صبح على فاجعه كبيره ومدويه، واللي هي الزلزال اللي صرا في تركيا وسوريا. الهزه الارضيه الاولى كانت في تركيا بقوه 7.8 على سلم ريشتر، والهزه الارضيه الثانيه كانت في الحدود السوريه بقوه 7.5. الزلازل كيتعبروا بسلم ريشتر، واللي كان اخترعه تشارل ريشتر عام 1935. الحاجه اللي مهمه واللي خاصك تعرف هي ما حد لافالور ديال هذا السلم كتزيد، ما حد العنف ديال الزلزال كيزيد. هذا الزلزال اللي صراحه اعتبروه العلماء من اخطر الزلازل اللي دازوا في السنوات الاخيره نظرا لعدد الضحايا والمصابين اللي خلف. فما بين تركيا وسوريا اكثر من 26000 واحد مات، وهذا العدد ماشي وكيزيد. علما بان هذه ماشي اول مره الزلزال كيجي في تركيا، السؤال اللي كيتطرح هو علاش هذا التاريخ المليء بالكوارث الطبيعيه في هذه البلاد؟ الجواب بسيط، تركيا جايه في واحد البلاصه كتعرف واحد النشاط زلزالي خطير واللي كيتعتبر من الاعلى في العالم. ثلاثة ديال الصباح نهار 17 أغسطس عام 1999 اهتزت مدينة أزميت تركيا بواحد الزلزال اللي مدمر واللي تجاوزت الدرجة ديالو 7.4 على سلم ريشتر. هذا الزلزال تراوحت المدة ديالو ما بين 35 حتى 45 ثانية، واللي دمر بزاف ديال المدن التركية بحال أزميت، ديالوفا وأدابازاري. هذا الزلزال اللي معروف بأزاميد أو المرمرة تصنف كثاني أكبر زلزال دموي في تاريخ تركيا الحديثة، واللي كانوا النتائج ديالو وخيمة بزاف. 17000 شخص مات، أكثر من 43000 جريح، 120000 دار اللي دمرات، بالإضافة إلى هادشي أكثر بربع مليون شخص تشرد، 14000 واحد خسر الوظيفة ديالو، وحجم الخسائر المادية كانت بحوالي 6.5 مليار دولار. ولكن دابا حبس شنو هما اكبر الزلازل اللي دازوا في تاريخ البشريه؟ 11 مارس عام 2011 اليابان وبالضبط جزيره هونشو غادي تتعرض لواحد من اكبر الزلازل اللي دازوا في التاريخ، واللي كان ب9 درجه على سلم ريشتر. هذا الزلزال ولد موجات تسونامي هائله واللي تسببت في وفاه 15000 شخص. فبداو كيجيو هزات ارتداديه واللي كانوا ب7 درجه على سلم ريشتر، دمر المطار ديال سانداي في اليابان ودمرت البنيه التحتيه. في شتاء عام 1556 الصين غتعرف واحد من اكبر الكوارث الطبيعيه في تاريخها، زلزال شانشي. هذا الزلزال غادي يسبب في الدمار ديال المدينه كامله ووفاه 820,000 شخص. كما سمعتها 820,000 واحد مات. بلغت القوه ديال هذا الزلزال 9.3 على سلم ريشتر. ولكن واش غير جا هذا الزلزال ومشى؟ وانما جر معاه واحد التسونامي كبير واللي دمر الريفس كامل. المهم رون هذا الزلزال وهذا التسونامي وما غادي يخليو مورهم والو. 22 ماي 1960 غتعرف تشيلي اكبر زلزال في تاريخ البشريه. هذا الزلزال نشأ في سواحل جنوب تشيلي وكان المركز ديالو مدينه فلاديفيا، سبب في اضرار جسيمه والموت ديال الاف الاشخاص، ونتج على هذا الزلزال تسونامي خطير واللي تاثر به جنوب تشيلي، هاواي، اليابان والفلبين. وحسب بعض الاحصائيات نشرتها الجرائد الامريكيه قالت بان الخسائر الماديه تجاوزت 6 مليار دولار. هذا الزلزال كان ب 9.5 على سلم ريشتر. الزلازل هي كوارث طبيعيه اللي ما يمكنش الانسان والعلم ديالو مهما تطور
يعرفوا واش 100% غادي يصراو ولا لا. بالنسبه للاخوان ديالنا في تركيا وسوريا، الله يرحم اللي مات ويشافي اللي تصاب. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في واحد الحديث: اذا كثر فيكم الزنا وشربت الخمور واستحللتم الغناء عاقبكم الله وزلزلت ارضكم. هذا ما كان، والسلام عليكم.